اهلا بحضراتكم من جديد، بنجدد التحيه بيكم دايما وبنرحب بضيفتنا الكريمه دكتور منى سامي، الصحفيه بموقع تتكلم بيكي. منى في صباح الرياضه. اهلا بيكي، انا اللي برحب بيكي وبكل مشاهدين صباح الرياضه. اهلا بيكي، بتنورينا دايما. يعني انا اللي دايما بتبسط وانا موجوده معاكي، فبحس ان احنا يعني مش في حلقه قد ما بنتكلم وبنطلع مواضيع حلوه يعني. صحيح. خلينا نبدا بقى بموضوع حلو جدا بننتظر منه تتويج عالمي ان شاء الله. منتخب مصر للشباب لكره اليد تأهل للدور الرئيسي بعد احتلال صدارة المجموعة الثامنة وفوزه على منتخبات إسبانيا والسعودية والبحرين، وهيلتقي في الدور الرئيسي مع سويسرا وألمانيا وأسبانيا إن شاء الله. خلينا نبدأ بالمنتخب ومشواره في الدور الأول. طبعا احنا دايما بنبدا بالحاجه اللي هي بتدينا طاقه ايجابيه، لان دايما منتخبات اليد بتبقى يعني متوقع منها ميداليه دايما من اول الشباب للناشئين للكبار. المنتخب قدم يعني ظهر بشكل متميز جدا في دور المجموعات، فاز في الثلاث مباريات على السعوديه والبحرين واسبانيا. احنا دلوقتي تاهلنا للدور الرئيسي. اعتقد المنافسات مش هتكون سهله، لان اللي هيتاهل للدور ربع النهائي هيبقى اول اتنين في المجموعه، والمجموعه فيها المانيا واسبانيا وسويسرا. فالمنافسات هتكون صعبه جدا. يتأهل اول وتاني اول وتاني للدور اللي بعد كده. فانا متوقعه ان المنافسات مش هتكون سهله على الاطلاق. يعني دايما مصر بتواجه تحديات مع منتخبات اوروبا، ودايما احنا بيبقى الستايل بتاعنا شبيه لستايلات المنتخبات دي. يعني احنا نتمنى التوفيق للفريق، المدير الفني كابتن ابو المجد، مجدي ابو المجد. حتى ممكن نقول نتائج الفريق: مصر فازت على البحرين 28-19، وعلى السعوديه 35-30، وعلى اسبانيا طبعا مباراه صعبه 30-29. الفريق فيه منتخب فيه عدد كبير من الشباب المتميز. يعني انا عن نفسي متوقعه ان المنافسه هتكون صعبه جدا عشان نتاهل للدور ربع النهائي. احنا يعني اتمنى ان هم يوصلوا. صحيح. بس احنا طالعين بنتيجتنا مع اسبانيا، إن احنا مش هنلعب تاني، فدي حاجه كويسه. وكسبانين الثلاث مباريات، يعني عندنا فرصه ان احنا نتاهل، بس هتكون الموضوع صعب. يعني انا شايفه عندنا فرصه كبيره، بس هتكون يعني المنافسه صعبه، مش هتكون سهله خالص. صحيح. المباراه القادمه للمنتخب المصري يوم الاثنين 23 يونيو الساعه 8:15 مساء بتوقيت القاهره، مصر مع سويسرا. والمباراة اللي بعدها في الدور الرئيسي يوم الثلاثاء 24 يونيو الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، مصر مع ألمانيا. والمباراتين على درجة عالية من الصعوبة، لكن احنا كمان منتخب مش سهل إن شاء الله. وكمان اللي أنا عارفاه إن أنا بشوف المباريات بتتذاع، فدي حاجة إيجابية إن الناس تقدر تتابع المنتخب يعني تشجعه وتشوف اللعيبه. فاعتقد يعني ان شاء الله يكون في حماس وان احنا نأدي بشكل متميز. صحيح. جميل جدا تواصل الاجيال اللي حاصل عبر التاريخ في الهاندبول من ساعه ما بدانا ان احنا ندخل في زمره الكبار في كره اليد. حاصل تواصل اجيال بدرجه جميله جدا. اللي حصل ان انا شفت ان في شعبيه كبيره جدا لكره اليد كلعبه جماعيه غير كره القدم. خلت كمان ان الاهالي يشجعوا ابنائهم ان هم يلعبوا كره اليد، لان كل ما يكون في قاعده لاعبين كبيره تقدري تطلعي لاعبين متميزين كتار. كل ما يكون في العقليه ان انا ابني من وهو صغير مش لازم اهلي وزمالك، هوديه يلعب يحترف في اوروبا، هيجي له اي عقد احتراف هطلعه بره. بقى في يعني منتاليتي ان احنا لا، كره اليد اللعيبه عايزه تحترف، دي طموحها. كره اليد ان انا من وانا يعني طفل صغير، او الاهل كمان بيشجعوا. يعني انا شفت ناس كتير حواليا بيودوا ابنائهم يلعبوا كره يد، مش زي بقى زمان لازم الكوره وكده، لا يعني في شعبيه. صحيح. فطول ما في قاعده يعني لاعبين، شعبيه كره اليد غيرت عقليه الشباب اللي عايز يتجه للرياضه، او الناشئين اللي عايزين يتجهوا للرياضه بقوا يلعبوا كره يد، خصوصا كمان واولياء الامور كمان. بالظبط، خصوصا كمان ان لاعبين كره اليد بقوا يعني ايقونه، مثلا زي احمد الاحمر. عندنا لاعبين في الاهلي، لاعبين في الزمالك، بيطلعوا على الشاشات، بيبقى ليهم جماهيريه، ليهم شعبيه، بقوا زي لاعبين الكوره. أيوة. فده بيدي كمان حاجه للشباب الصغير، ان ايه ده، يعني هتشهر، هيبقى ليا اون سبوت، هبقى معروف. فانا شايفه ان دي كمان فرق كبير، لان احنا الالعاب اللي دايما ما بنكونش متقدمين فيها قوي، اللي ما بيكونش عندنا قاعده لاعبين كبيره ان احنا نختار منهم. صحيح. فكرة اليد شغالة على المستوى ده، واعتقد ان دي حاجة كويسة جدا يعني للسنين الجاية كمان. صحيح. اروح بقى من منتخب اليد لمنتخب الجمباز الايقاعي اللي عامل حالة جميلة جدا في بطولة العالم في صوفيا في بلغاريا. والاتحاد الدولي للجمباز أشاد بأداء منتخب مصر للجمباز الإيقاعي. فريدة بهنسي تأهلت للنهائيات في الصولجان بعد ما أحرزت المركز الثالث
خلف لاعبتي أستراليا والولايات المتحدة في التصفيات. ولينا حليقة أيضا تأهلت إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في الشريط. النهاردة بتشوفي الأداء إزاي، وبتشوفي انطباع الاتحاد الدولي إزاي عن الجمباز الإيقاعي المصري؟ أنا بشوف أي ستيب أو أي تطور بيحصل في الجمباز ده بيعتبر إنجاز، حتى لو إحنا ما جبناش ميدالية، لان لعبه زي الجمباز دي لعبه يعني صعبه جدا، من الالعاب الصعبه جدا، الناس مش بتبقى متخيله مدى صعوبتها، والمنافسه فيها بتبقى شديده قوي. يعني بطوله زي دي فيها 167 لاعب ولاعبه، ان احنا مصر تبقى فيها لاعبات متفوقات فيها دي حاجه كبيره قوي. جمباز الايقاعي رياضه مش سهله، وبتبقى محتاجه فنيات معينه، وان مصر تشتغل وتوصل للمستوى ده، اعتقد ان ده انجاز كبير على المستوى العالمي وعلى المستوى الافريقي. لان كمان ان زي ما قلنا الالعاب اللي مش منتشره او اللي بيبقى التمرينات بتاعتها صعبه جدا، انك تلاقي فتيات متفوقات فيها، ده بدايه قويه. يعني انا بحس ان في العاب معينه لما الدوله تكون يعني نلاقي فيها تقدم، يعني ده معناه الدول المتقدمه تلاقيها دايما بتلعب في العاب معينه بتوصل فيها تحقق ميداليات. فانا شايفه ان دي كمان بدايه حلوه جدا، ان احنا نشوف لاعبات كتير مصريات يلعبوا في الجمباز او يظهروا في النهائيات، ان احنا نبدا بقى نغير المفهوم عن الالعاب الفرديه اللي مصر متفوقه فيها. دايما نقعد نقول الالعاب القتاليه، الكاراتيه، الكونغ فو، الحاجات دي، الالعاب اللي فيها قوه، الالعاب اللي فيها نزال، رفع اثقال، لكن ان احنا ندخل في الالعاب اللي هي الجمباز ونوعيه الالعاب دي، شايفه ان دي طفره كبيره جدا. واعتقد مش السنه دي، يعني احنا بقى لنا فتره بنشوف ناشئات وشابات الجمباز بيتم الاشاده بيهم. صحيح. كان في اكتر من لاعيبه عملت عروض متميزه والاتحاد الدولي اشاد بيها. فكل الحاجات دي انا شايفه انها يعني بدايه مبشره، واتمنى ان البنات دول يكملوا، يعني هم سنهم صغير، اتمنى ان يفضلوا مكملين يعني ان شاء الله. طبعا والتحيه للاتحاد المصري للجمباز برئاسه دكتور ايهاب امين، وهو في نفس الوقت رئيس الاتحاد الافريقي للجمباز، عامل طفره كبيره. وطبعا بنحييه، يعني فكره ان نعم. الجمباز كلعبه تكون منتشره بالشكل ده، ويكون في عدد كبير من اللاعبات، وخصوصا كمان اللاعبات بقى اسمهم يتعرف ومصر تحقق نتائج، اعتقد ان دي يعني تعتبر طفره كبيره جدا، يعني تحسب للاتحاد المصري للجمباز. صحيح. نروح للسكواش. مصر بتستعد لتنظيم بطوله العالم للناشئين والناشئات تحت 19 سنه في الفتره من 29 يوليو حتى 1 اغسطس ان شاء الله. آخر مرة مصر استضافت فيها بطولة العالم للناشئين كانت عام 1996، وآخر مرة استضافت فيها بطولة العالم للناشئات كانت عام 2003. لكن عندنا بطلين هم أبطال آخر نسخة، محمد زكريا بطل النسخة الماضية على مستوى الناشئين، وأمينة عرفي على مستوى الناشئات. طبعا عودة مصر بعد غياب طويل انها تستضيف بطولة العالم للسكواش ده شرف كبير، وده يدل على مكانة مصر كمان في السكواش. احنا شفنا الاتحاد الدولي لما اعلن ان مصر هتستضيف البطولة، قال ان مصر عندها قاعدة كبيرة من الناشئين، وان مصر هيمنت على البطولة القديمة، ان امينة عرفي ومحمد زكريا وحتى منتخب الفرق كمان قدر يحقق نتائج متميزة. فده معناه ان مصر متفوقة في السكواش. احنا عارفين يعني دايما مصر موجودة في التوب 10، دايما الناشئين عندنا جيل كبير من لاعبي السكواش، خصوصا كمان بعد ما السكواش هيدخل في لوس انجلوس 2028 بقى في كمان يعني اهتمام اكبر، وبقت في دول كمان بتنافس بشكل اكبر. صحيح. كل التصريحات اللي طالعه من الاتحاد المصري للسكواش ومن وزاره الشباب والرياضه ان مصر يعني على قد الحدث، وان هي هتقدر تنظم بطوله كبيره، ان احنا نستضيف بطوله قويه بالشكل ده بعد غياب طويل. هيكون في عدد لاعبين كبار، وكمان هتبقى ميزه لمصر، لان احنا البطولات وهي مش على ارضنا كان الابطال من عندنا امينه عرفي ومحمد زكريا. صحيح. فاعتقد كمان ان وجود البطوله في مصر هيخلي ان في يعني جماهير تحضر، ويخلي كمان ان اللاعبين بقى المصريين يكونوا ظاهرين بشكل بارز، وان يكون في تقدم. يعني احنا دايما بنشوف الاسكواش عامل يعني من ضمن الاتحادات المعينه، او اللاعبين الاسكواش في مصر ليهم حاله خاصه، يعني في سواء الناشئين. بتسميها ايه الحاله الخاصه دي؟ يعني انا بحس ان هم عيله معينه كده، عيله الاسكواش مع بعض كده، جروب بتحسي ان هم بيسلموا بعض، ودايما في حب، يعني حتى اللاعب اللي بيعتزل بيحب اللعيب التاني. بنلاقي حتى المنافسين كنا بنشوف ساعات نور الشربيني بتكاتشن، يعني بتبقى كوتش للاعيبه تانية مصريه. أيوة بتلعب، فدايما في روح كده محبه. ودايما حتى يقول لك اتيتيود الاسكواش ليهم احتفالات معينه بالشوكه والسكينه، ليهم ستايل معين، فهو ستايل معين او حاله معينه للاعبي الاسكواش في مصر. واعتقد ان دي برضو جزء منها الاهالي، جزء منها الاتحاد، الرعاه، يعني زي كره اليد بس بشكل مختلف. صحيح.
مصر حصدت بطولة العالم للناشئين 15 مرة، حصدت بطولة العالم للناشئات 16 مرة، وأمينة عرفي متساوية حتى الآن مع نور الشربيني في عدد مرات التتويج، وهو رقم قياسي 3 مرات. وفي حالة فوزها بإذن الله باللقب هتنفرد بالرقم القياسي بالفوز ببطولة العالم للناشئات، ويكون 4 مرات. هي طبعا أمينة عرفي لاعبة قادمة بسرعة الصاروخ، بتشارك في بطولات الكبار، يعني احنا مش بنشوفها كمان بتلعب على مستوى الناشئين، ده بتلعب على مستوى الكبار وبتكسب لاعبات مصنفات. فيعني هي دي بقى نور الشربيني الجديده، وان شاء الله تكون منطلقه بشكل اكبر، علشان خاطر احنا يعني كلنا املنا ان اللي يلعب في لوس انجلوس يقدر يحقق ميداليه. الاسكواش المصري محتاج ايه من وجهة نظرك في الفترة اللي جايه؟ اعتقد ان احنا محتاج نعمل بلان ل 2028 ونشوف مين اللاعبين اللي هيقدروا ان هم يكونوا موجودين في البطوله دي في الوقت ده ونركز عليهم. صحيح. في رايك مين؟ يعني هو الاسكواش ما فيهوش لان اللاعبات كلهم يعني انت بتتفاجئي بعوده لاعبين يكونوا مثلا كبار او خلاص وبيرجعوا تاني يظهروا بشكل قوي. المتوقع ان مصر مش هتشارك بعدد كبير من اللعيبه لان كل دوله يبقى ليها كوتا، فاحنا مش هنقدر نشارك بعدد كبير. يعني انا شايفه نور الشربيني متميزه، امينه عرفي برضو متميزه، فاعتقد ان دي حاجه اللي هتبينها الاداء. يعني احنا نتمنى ان مصر تحقق ميداليه بغض النظر عن اسم اللاعب يعني. صحيح. خلينا نروح لتنس الطاولة والأزمة الأخيرة اللي حصلت بسبب رغبة الأهلي في انتقال لاعبين من إنبي إلى الفريق، واللي أوقفها الاتحاد المصري لتنس الطاولة يوسف عبد العزيز وخالد عصر. وامبارح إنبي فاز بالدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري الممتاز رجال، بتروجيت احتل المركز الثاني والأهلي المركز الثالث. والدورة المجمعة الثانية سيدات بتروجيت السيدات هنتكلم عنها، بس هنتكلم عن الرجال الأول. الدورة المجمعة الثانية بالإسماعيلية من 27 يونيو ل 30 يونيو. الأزمة دي بدأت إزاي وتطوراتها لغاية دلوقتي إيه؟ هو أنا آخر حاجة كانت عضو مجلس إدارة الأهلي كان منزل إن الأهلي هو اللي خلاص يعني حصل على أحقية اللاعبين. أعتقد إن إحنا أول مرة نشوف لعبة فردية لاعبين يمضوا الناديين ويحصل عليها يعني دايما الحاجات دي بنشوفها في كرة القدم، يعني قليل إن إحنا نشوفها في رياضة زي تنس الطاولة، إن يحصل مناوشات وإن اللاعب يمضي لأكتر من نادي ويكون في اختلاف يعني بين الناديين. اعتقد ان اخر حاجه كان ان الاهلي هو لما قدم وزاره الرياضه يعني قدمت وقفت ان اللاعيبه تلعب مع الاهلي لحد قبل الدوره المجمعه، ولكن كان اخر قرار ان خلاص يعني اللاعبين اعتقد احقيتهم للاهلي يعني ثبت احقيتهم للاهلي. كان بس لسه هم كانوا بيلعبوا مع ما لعبوش بس كان اخر قرار كان منزله عضو مجلس اداره الاهلي ان الاهلي هو اللي هياخد اللاعبين. الموضوع وصل للجنه الاولمبيه كمان، واللجنه الاولمبيه قالت للاهلي اتحاد تنس الطاوله موقف الموضوع لحد ما يوصلوا للحاجه النهائيه. بس اعتقد ان هم المفروض يعني يحصل بقى اتفاق او يكون في قاعده ما بين الناديين واللاعبين، لان هو كده الموضوع يعني ممكن يكبر بشكل اكبر، وما اعتقدش ان هو انا عندي سؤال. هو يعني دلوقتي واحنا بنلعب النهائيات، هل دي فتره انتقالات بالنسبه لللاعبين بين الانديه؟ يعني هل يجوز ان احنا يبقى دلوقتي في فتره اعتقد ان دي فتره مش مناسبه اصلا ان يحصل فيها مشاكل على لاعبين او لاعبين تنتقل من نادي لنادي تاني. انا مش متاكده لائحه التنس الطاوله انها بتسمح ان يكون مثلا قبل البطوله المجمعه يقدر يستعين بلاعب او اخر، لان احنا بنشوف لاعبين محترفين في دوريات اوروبيه بتنزل تلعب مع انديتها مثلا في مصر وترجع تاني في الدوري الاوروبي. فانا مش متاكده لائحه تنس الطاوله بتسمح ان يكون في اللاعب يعني يقدر يستعين قبل الدوره المجمعه بلاعب من نادي تاني او لا. بس اعتقد اللي حصل ده يعني محتاج برضو وقفه في موضوع اللوائح والانتقالات، لان ازاي اللاعبين يمضوا الاثنين انديه وازاي نتفاجئ بحاجه قبل مثلا نهائيات او دوره مجمعه. فاكيد دي برضو خلل في اللوائح او وزي الاتحاد يقول لا مش من حق الاهلي، واللجنه الاولمبيه تقول من حق يبقى الاهلي، في تضارب في القرارات. فده معناه ان اللائحه مختلفه بين الاتحاد واللجنه الاولمبيه. صحيح. فكده احنا بقى عندنا مشكله اكبر من فكره ان في لعيبه. ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله كابتن اشرف حلمي عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه. ما احنا كده بقى عندنا مشكله اكبر من ان في 2 لعيبه ماضيين لناديين، ان بقى في تضارب في اللوائح. فمفروض مين اللي كلامه يمشي؟ يعني المفروض اللجنه الاولمبيه هي اللي بتنظم الرياضه في مصر، ومفروض ان اللوائح بتكون متناغمه مع الاتحاد.
فكون ان في تعارض ما بينهم ده معناه ان احنا عندنا مشكله اكبر من فكره ان في 2 لعيبه ماضيين لناديين. صحيح. يعني دي حاجه اكبر من كده بكتير. صحيح. بس الصراع في الالعاب كلها بقى صعب جدا، بقى صعب جدا. يعني ما كانش كده شوفي خالص. حتى تنس الطاوله والصراع اللي فيه قد ايه. مش بس احنا بنتكلم بقى على كره القدم وشكلها، وانتقال لاعب من نادي لنادي عمل ايه الموضوع بقى وبيفوز قد ايه. مشتعل في الطايره والسله في والتنس كل الطاوله. اللعبات، في كل اللعبات بيحصل كده. اعتقد ان فكره ان السوشيال ميديا دلوقتي والتلفزيون بقى يهتم بالرياضات الاخرى بشكل كبير، بيهتم بالطايره والسله والتنس، بقت الماتشات مذاعه، اللاعبين بقوا عندهم فولورز كتير على السوشيال ميديا والجماهير بتحبهم، فبقى كل حاجه اون سبوت. فبقى طبعا يعني الموضوع بقى كل الناس عارفه كل حاجه، الجماهير بقت متداخله بشكل كبير، الانديه بقت في تنافس كبير. يعني لو انا مش هكسبك في الكوره بس هكسبك في التنس، هكسبك في الباسكت. يعني بقينا نحس ان الدنيا يعني كل الالعاب بقت زي الكوره في طريقه الانتقالات والاشتعال يعني في صحيح. ده بسبب التواصل الاجتماعي، بس مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال مش ميديا، مواقع ولا التواصل. بتشوفيه اسباب تانية للموضوع ده؟ ما اعتقدش التواصل الاجتماعي بس والسوشيال ميديا بس، ده ليه دور ان هو طول ما الحاجه عليها اون سبوت، طول ما احنا عارفين كل حاجه. قولي لي بقى، انت عامله ماجستير في الموضوع ده صح؟ قولي لي بقى، فسري لي الموضوع انا ده. هفسر لك الموضوع. طبعا كل ما يعني الحاجه تكون اون سبوت، ان احنا نعم. بنقدر نشوف المسؤولين بيتصرفوا ازاي، بنقدر ننتقدهم، نشوف اخبارهم. لو مثلا اي حد مسؤول في مكان محدش يعرف عنه حاجه، قراراته حتى لو غلط محدش يعني مش هيحصل عليها جدل. فطول ما في جدل، طول ما في ناس بتهتم، طول ما في تلفزيون بيغطي، طول ما هتلاقي الحاجات كلها في اثاره فيها. وطبعا في جزء منه بيعتمد كمان على المسؤولين، يعني هل المسؤول بيحب يتعامل بطريقه معينه، او هو برضو يعني بيبقى في اوقات منافسات برضو، يعني غير الكوره في تنافس. ايوه. تنافس ان مثلا المسؤول عن الطايره في النادي ده بيتنافس المسؤول عن الطايره في النادي ده، فعايز يثبت ان هو برضو لعبته قويه. بس انا شايفه دور كبير ليها طبعا تواجد السوشيال ميديا وتواجد الاحتراف والسبونسرز، لان طالما في فلوس بتتضخ في اللعبه هيحصل فيه طبعا اجواء زي كره القدم يعني. ايوه صحيح. فدي حاجه ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه، هي سلاح ذو حدين يعني. صحيح. بعيد بقى عن الازمه دي والصراع ده، انا شايفه الموسم ممتد قوي في تنس الطاوله. يعني احنا يعني داخلين على نهايات شهر 6 ولسه الموسم ما خلصش. يعني تقريبا من السنين القليله ان تنس الطاوله فيها السنه دي فيها احداث كتير قوي واجواء كتير يعني مختلفه، واللاعبين كمان باذلين مجهود كبير. فاعتقد ان هم محتاجين يعني تنظيم المواعيد، لان احنا كمان اللاعبين يعني اعتقد في بطولات للمنتخبات، واحنا بعد كده هندخل كمان في التاهيل للاولمبياد. بس انا شايفه ان الدنيا مشتعله. يعني احنا شفنا امبارح بتروجيت اول مره يفوز على الاهلي في السيدات، من ساعه تاسيس نادي بتروجيت اول مره يفوز على النادي الاهلي. فاحنا الدنيا يعني فيها تغير كبير، واللاعبين كمان يعني بتظهر بشكل متميز. فيعني احنا نتمنى كل الاحداث دي تنعكس على المنتخب بشكل ايجابي ان شاء الله، ما يكونش فيه اي احداث ثانيه. طيب سيدات الزمالك امبارح فازوا على الاهلي 3-2 في الدوره المجمعه الاولى لتنس الطاوله. شهد سامح ومريم يونس وساره عبد العزيز، وبرضه في صراع في تنس الطاوله على مستوى السيدات. الرياضه النسائيه بقت في مصر قويه جدا. يعني انا بشوف الصراعات على مستوى التنس والطايره يعني بقى الموضوع مختلف بشكل كبير. بس احنا دايما عارفين ان تنس الطاوله بين الاهلي والزمالك سيدات في يعني دايما في ند وفي اجواء مختلفه، على الرغم من وجود طبعا لاعبات كبار في النادي الاهلي، لكن المباراه كانت متقاربه والزمالك قدر يكسب. ولسه زي ما بتقولي الموسم ممتد، فلسه هنشوف كمان يعني مباريات مختلفه ولسه يعني ان شاء الله. خلينا نروح للكرة الطايرة ونبدأ من الكرة الطايرة في نادي الزمالك. وتم منذ أيام الإعلان عن الأرجنتيني مارتن بلانكو مديرا فنيا لطائرة الزمالك رجال في الموسم القادم خلفا للبرازيلي شوانكو. خلينا الأول نتكلم عن موسم طايرة الزمالك الماضي. موسم طايرة الزمالك الماضي يعني ما كانش سيء، لكن طبعا النادي الاهلي كان فيه تفوق على مستوى الرجال على عكس السيدات. كان نادي الزمالك ظاهر بشكل متميز اكتر. اعتقد ان نادي الزمالك في موضوع الطايره عايز يحسن بشكل اكبر فريق الرجال علشان يبقى هو يكتسح فكره الرجال والسيدات على المستويين. بقاله فتره احنا بنشوف نادي الزمالك بيجيب مدربين اجانب، بيجيب محترفين. كان عنده محترف متميز جدا في الفريق وكان ظهر بشكل متميز يعني في المباراه اللي لعبوها امام الاهلي وكسبها.
فده امتداد ان هم جايبين مدرب كان بيلعب مع نادي الزمالك قبل كده وحقق معاه بطولات. فدي كلها فرصه يعني كويسه ان هو نادي الزمالك يقدر كمان يظهر بشكل متميز في على مستوى الرجال. والمدرب كان بيلعب في النادي وعارف كمان مصر، يعني عارف اجواء مصر، فممكن يتاقلم بشكل اسرع. على الرغم المدرب القديم برضو يعني كان ليه سيره ذاتيه متميزه، صحيح. فممكن يكون المدرب ده افضل في حاله ان هو لعب مع الزمالك فيقدر عارف صحيح. الدوري لعب المصري معاه يعني. موسم 2014 2015 واحرز معاه وأحرز الدوري، وبعد كده بدأ تجربة التدريب، المدرب مرن في المساعد الدوري بقى التركي والروسي روسي والكوري لفه كويسه والايطالي. أيوه. صحيح. ان شاء الله نشوف موسم يعني متميز ممتع للكرة ومتميز الطايرة. بالنسبه للكره الطايره على مستوى الرجال. هنتكلم على طايره السيدات، والاهلي كان وجه الشكر للكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني للكره الطايره السيدات بالاهلي. وامس تم الاعلان عن المدير الفني الجديد، وهو هاني مصلحي، نجم من نجوم الاهلي السابقين. تجاربه كلها كانت على مستوى الرجال، مسك شويه كرئيس جهاز الكره الطايره في وادي دجله، مدرب منتخب الشباب في الكره الطائره في مصر. وامبارح تم الاعلان انه هيخوض تجربه جديده. لكن احنا عندنا في الطايره ما فيش فرق بين المدرب لما بيمسك رجال او سيدات، وعندنا نماذج كتيره قوي، بل بالعكس بتبقى تحديات كبيره ليهم. وعندنا خير مثال لده مدرب المنتخب الامريكي للكره الطائره، مرن منتخب الرجال والسيدات، وكابتن ابراهيم فخر الدين أيوة مرن رجال وسيدات، كابتن حمدي صافي مرن رجال وسيدات. يعني مش عيب ابدا انه يكون المدرب مرن سيدات او مرن رجال قبلها او غيره. لا ما اعتقدش ان دي حاجه تكون يعني ضد المدرب او معاه، لان زي ما انت قلتي اكيد يعني اكيد انت ادرى من جربتي. لا صحيح فعلا. فالفكره ان يكون لاعب مع سيدات او لاعب مع رجال، طبيعه اللعبه بتفرق، واللعبه الكره الطايره فيها قوه بدنيه كبيره جدا وفيها تاكتكس وفيها حاجات كتير قوي، فما اعتقدش ان هيكون في فروقات كتير. والتعامل النفسي هندله الرجل زي هندله المراه في الرياضه صحيح. يعني الموضوع مش هيكون، انا مش شايفه ان دي حاجه ممكن تسبب يعني ان هي يكون في مدرب متخصص للسيدات ومدرب متخصص صحيح. للرجال. هي نفس القوانين، بس شبكه الرجال عاليه شويه، شبكه الرجال 243 والسيدات 224. فرق الاطوال بس. ايوه. لكن في الاخر انا بشوف ان يعني مش هتفرق المدرب بيدرب انهي نوع، لان احنا حتى في الفتره دي بنقعد نقول مفيش فرق بين الراجل والست، والرياضات النسائيه متفوقه وبقى القوه البدنيه كمان داخله فيها بشكل كبير. فاعتقد ان دي نقطه عمرها ما تكون نقطه سلبيه ليه. موسم سيدات الاهلي السنه اللي فاتت اعتقد اللي عمل مشكله خساره الاهلي لبطوله افريقيا دي صحيح. دي اللي سببت الدروب وخلت ان اداره الاهلي عايزه تعمل تغيير، لان بقيه المباريات ما كانتش لمره واحده خساره بطوله افريقيا، ان هي اكتر من مره فريق الاهلي يخسر بطوله افريقيا. ودي حاجه كبيره، لان الفريق الطايره السيدات في النادي الاهلي فضل كتير جدا مهيمن، يعني زي وان سايد كده في الدوري المصري، لحد ما فريق الزمالك بدا يلعب بشكل كبير ويستخدم لاعبات، وحصلت المنافسه اللي احنا شفناها. فبقى اخر كذا حصل التوازن اخر كذا موسم. بس الاهلي مش متعود على كده، يعني مش متعود ان هو يدخل بطوله افريقيا يخسرها اكتر من مره او يعني يحصل له خسائر في النص. فاعتقد ده سبب التغيير، يعني صحيح. ان الاهلي الهدف الموسم السنه دي ان هو يكسب بطوله افريقيا اكتر من اي حاجه. صحيح. بس برضه مش هيسيب الدوري والكاس وكاس السوبر. ما يعني كده انا جماهير الاهلي او الاهلي بتبقى نفسه بتبقى متعطشه لكل البطولات. مع اي خساره بيبدا يحصل هجوم وبيبدا يحصل ستريس. احنا شفنا مدربين كبار في الطايره ايفن حتى في الرجال بعد ما يكونوا عملوا مسيره كبيره قوي بيحصل خساره او خسارتين بتلاقي المدرب ده بيمشي، عشان خاطر الستريس والضغط اللي الجماهير بتعمله مش بتتقبل الخساره. خصوصا الطايره في النادي الاهلي سنين يعني سنين مسيطر في مستوى الرجال على مستويات الرجال والسيدات. فلما الفرق الثانيه بدات تعمل منافسه قصاده الموضوع ما بقاش سهل، بس الجماهير برده ما بتسكتش. صحيح. فدي حاجات كلها طبعا بتتحط في الاعتبار يعني. صحيح. على العموم المنافسه اللي حصلت على مستوى السيدات دي عادت بالنفع على المنتخب الوطني اللي تأهل بعد غياب طويل بطولة العالم، وهيلعب إن شاء الله في أغسطس وسبتمبر القادمين بطولة العالم في إندونيسيا، فكل التوفيق في تايلاند، فبالتوفيق لي إن شاء الله. أنا بالنسبة لي بحب لعبة كرة الطايرة، يعني على مستوى السيدات إحنا قعدنا فترة مختفيين شوية على مستوى السيدات.
كون ان يحصل الزخم ده ويحصل المنافسه دي ويبقى عندنا القوه دي بنرجع الامجاد. يعني احنا عندنا ايام تهاني توسن وايام كابتن منى وايام يعني افريقيا، ودايما يعني حتى بنشوف التسجيلات كانت مصر بتلعب مع الفرق الاهلي او منتخب مصر بيلعبوا مع فرق افريقيه، كان بيبقى فيه يعني صولات وجولات ومصر بتكسب على طول. ففكره ان احنا عايزين نرجع للاحساس ده، لان هي مصر متفوقه في اللعبه دي من زمان، يعني من قبل اللعبه ما تبقى منتشره. فما ينفعش بعد التقدم ده ان احنا نبقى احنا اللي متراجعين. صحيح. فانا شايفه ان كل ما يكون في فرق كتير بتنافس كل ما يكون يعني العائد على منتخب مصر، وده الاهم لان ده اللي بيحدد تصنيفنا وده اللي بيبين ان الدوله دي متقدمه في اللعبه اللي احنا بنتفرج عليها. صحيح. نروح لموسم السله المنقضي والقادم، الاستعدادات ليه، بس خليني الاول اعرف تقييمك للموسم المنقضي. هو كرة السلة دايما بتبقى مشتعلة، يعني عشان فكرة بقالهم فترة شغالين في فكرة البيست اوف 5، الماتشات مذاعة، بقالهم فترة برضو بيذيعوا المباريات في سوشيال ميديا، فترة كمان دخول فكرة ال NBA افريكا والبال، بقى عندنا زخم ما بين الناشئين والشباب والكرة السلة. فكرة السلة في مصر يعني كمستوى كموسم محلي انا بشوفها بتظهر بشكل كويس. المشكله او يمكن اللي بيواجهنا ان احنا على المستوى الافريقي ما بنقدرش ننافس زي المستوى المحلي، بيبقى فيه فروقات كبيره قوي في المحترفين. طبعا الموسم الجديد شفنا فرقه زي فرقه سبورتنج بدات بدري واستعانت بكابتن احمد مرعي، يعني بدات القوه. انا كنت لسه هقول لك ابرز الاخبار دلوقتي في الايام الحاليه انه كابتن احمد مرعي بقى تولى تدريب. ما دي بقى يعني سبورتنج بيبدا الموسم بقوه، لان طبعا كابتن احمد مرعي من المدربين الكبار جدا والمدربين التقال، يعني هو ليه كاريزما معينه احنا كلنا عارفينها في الملعب، ما حدش يعرف يعملها زيه، سواء يعني في العصبيه او في الهدوء او في كل حاجه. فاعتقد ان الموسم كده كده هيبدا يعني بشكل قوي. دايما بنشوف منافسه الاهلي والزمالك والاتحاد والفرق الكبيره دي. يعني انا بيبقى نفسي دايما او الامل عندي في السله ان ما يبقاش الموضوع محلي بس، ان يطلع للمنتخبات، لان دي دايما الحاجه اللي بتعطلنا او دايما الحلقه المفقوده ما بين الدوري المحلي قوه المنافسات المحليه والمنافسات الافريقيه. حتى لما بنشوف الفرق المصريه بتطلع بره تلعب البال او بيظهروا بشكل متميز، بس بنبقى في صعوبه يعني ان احنا نجاري المستويات. صحيح. كل التوفيق ان شاء الله لكل الرياضه المصريه، وبشكرك نورتيني النهارده في صباح الرياضه. بشكرك شكرا جزيلا. كانت ضيفتنا النهارده في ختام حلقتنا من صباح الرياضه دكتور منى سامي، الصحفيه بموقع تتويج، سعيدنا بيها وبحضراتكم. بشكركم دايما على طيب المتابعه. في امان الله.